انت عمرك حسيت ان في حد بيراقبك، بس تيجي تبص حواليك ما تلاقيش اي حد؟ في الواقع الاحساس ده بيحصل لناس كتير جدا، في الاوضة، في الشارع، حتى وانت نايم. بس الغريب مش الاحساس، الغريب هو ليه دماغنا بتحس بكده. العلماء بيقولوا ان المخ البشري مصمم علشان يحمينا. جزء في دماغنا اسمه اميجدال، والجزء ده مسؤول عن الخوف والترقب. اول ما يحصل اي صوت بسيط أو أي حركة في محيطك، يبدأ المخ يبعت تحذير، في خطر. وده سبب الإحساس اللي بيجيلك حتى لو مفيش حد. الدماغ بيحب يلعبها سيف، فبيفترض الأسوأ علشان يحميك. ممكن تكون شفت ظل، أو حسيت بنسمة هوا، أو سمعت نقطة مية بتقع. كل دي إشارات صغيرة جدا أنت مش واخد بالك منها، بس دماغك حللها وفسرها على إنها حد بيبص عليك. العلماء بيسموا ده هايبر فيجيلانت، ودي حالة تأهب قصوى بيعيشها المخ لما يكون في عزلة أو خطر. بس في ناس مش بتصدق التفسيرات العلمية أكتر، هما بيتجهوا في اتجاه الماورائيات، وبيقولوا إن في سبب تاني للكلام ده: الجن، الأرواح، الطاقة. واللي خلاهم يقولوا كده إن في ناس كتير حست بالإحساس ده في أماكن معينة، زي بيوت قديمة، مقابر، أو حتى لما يبصوا في المراية لفترة طويلة. ودي بيسموها العيون الخفية، وهي فكرة إنك تحت المراقبة بس من عالم غير مرئي. في سنة 2014 طالبة جامعية في أمريكا قالت إنها كانت بتحس إن في حد بيتنفس في أوضتها، وبالفعل بعدها بيكتشفوا إن كان في شخص مستخبي فوق السقف. وفي اليابان بيقولوا إنهم بيحسوا الإحساس ده جنب مراية مكسورة، ومحدش بيقرب منها من آلاف السنين. سواء كنت بتصدق الإحساس العلمي أو شايف إن الموضوع أكبر من كده، إحساس إنك متراقب هو من أكتر الحاجات اللي بتخلينا نحس بالخوف. قولي في الكومنتات حصلت لك قبل كده إمتى وكنت فين. حط لايك وشير الفيديو لأصحابك اللي كلموك عن حاجة زي دي قبل كده، واستناني في اللي جاي لأن اللي جاي دمار.